الا كنتي من الناس اللي كيعانيو من الحبوب واستعملتي لاسيد ساليسيليك وما عطاكش النتيجه اللي كنتي كتسناي، فهاد الفيديو ليك. حمض الساليسيليك او لاسيد ساليسيليك اللي هو البي اش ا واحد المكون فعال جدا، لانه كيدخل للعمق ديال البشره، كينقيها وكيحيد لينا دوك الدهون الزائده من المسام. ولكن المشكل فين كاين؟ الا استعملناه بوحدو كيدير لينا جفاف في البشره وكيدمر لينا داك الحاجز الواقي ديال الجلد ديالنا. علميا باش ناخذ نتيجه ايجابيه من حمض الساليسيليك ضروري ندمجوه مع النياسيناميد، لانه كيرطب لينا وكيهدئ الالتهابات وكيحمي لينا الحاجز ديال البشره. هاد الموازنه الدقيقه بين لاسيد ساليسيليك اللي كينظف لينا البشره بعمق ونياسيناميد اللي كيهدئ وكيرطب وكيحافظ على الحاجز ديال البشره هي اللي اعتمدنا عليها فاش بغينا نخرجوا هاد الباك هذا ديال بيو الخاص بالبشره اللي فيها الحب ديال الشباب. هاد المنتوجات هادو بثلاثه كيكونوا واحد المجموعه اللي فعاله كتخلي لينا البشره ليس وكتحيد حتى لي طاش وبيان سور كتمنع ظهور ديال الحبوب. الا بغيتي استشاره مجانيه دخلي عندي الخاص باش تحجزي الموعد معايا، غندير معاك استشاره شخصيه وغادي ننصحك بالباك اللي غادي يحل لك المشكل.